الدنيا بتبدأ بنار في كل مكان والقتال مولع ومحدش فاهم حاجة. محاربي العناصر أجمعين قد اجتمعوا ضد هذا الشيطان اللعين، كل ده بسبب محارب النار اللي كان عايز ينقذ أمه. فتح بوابة بين العالمين، عالم البشر وعالم الشياطين. فإيه اللي حصل بالظبط؟ وإيه هي قصة المحاربين دول؟ والشيطان الغاضب ده عايز منهم إيه بالظبط؟ ده اللي هنعرفه في حكايتنا النهاردة. فما تنسوش تصلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، وتعالوا بينا نبدأ في سرد الحكاية. قبل بداية القتال الرهيب ده بنشوف بوابة غريبة بتتفتح والكل بينظر ليها في اندهاش. بوابة غريبة تفصل بين عالم البشر وعالم الشياطين، بيخرج منها ذلك الشيطان بيتقدم أمام بطلنا محارب النار زوان، وهو من محاربي العناصر الخمسة: النار، الماء، المعادن والخشب وحتى الأرض. محاربين أسطوريين قاموا بتسخير عناصر الطبيعة لمحاربة ومقاتلة الشياطين ومنعهم من التسلل لعالم البشر. الشيطان بيقول له: اتكلم، انت ايه اللي خلاك تفتح البوابة؟ قال له: عايز استخدم قوتك في ان اعالج ام المريضة. الشيطان قال له: انت بتهزر ولا ايه؟ يرحم امك، هو في شيطان بيعمل خير؟ غلالي. وهنا بدا القتال. زوان على طول بيشتعل والحماس ولع، لكن الشيطان ده قوي بغباء، سرعتهم رهيبه ولا تكاد توصل. الشيطان ضربه في بطنه وخلاه يبصق الدماء، اشتغل تشريح فيه والواد يعني دراعه بيتكسر، ولكنه مش بيستسلم وبيشتعل من الحماسه، بينطلق عليه بكل ما يملك من قوه وما عندوش يمر حميد. زوان شغال يكسح في الشيطان بكل قوته الناريه ومش مديه فرصه، بس هل الشيطان هيسكت عندها؟ بينطلق عليه بكل ما يملك من قوه لدرجه انه بيفشخ العمود اللي ماسكه زوان. قتال مبهر بكل ما تحمله الكلمه من معنى، وبعدها بنشوف انصال جليديه بتوقفهم عن الحركه. محارب الماء يا جماعه، كل المحاربين حضروا كده، الوضع شكله هيقلب جمدان. وبينما هم مشغولين بنلاقي شيطان صغير بيخرج بره البوابه وبيهرب منها. بيحتدم القتال اكتر واكتر، والشيطان بيطور من نفسه وبيكسح محارب النار، بيخطف ام محارب النار واخت محارب الماء، لكن ساعتها بيتدخل محارب الماء وبيقول: رجع اختي انا. بيهجم على الشيطان بقوة كبيرة لكن محدش قادر عليه. الشيطان بيصد هجومه بكل سهولة وبيرده وبيقول له: انتوا اللي فتحتوا البوابة وبسببكم انا فقدت ابني، لو عايز اني ارجع لكم عائلتكم رجعوا لي ابني. وبس كده بيقفل البوابة بعدها. وبعد مرور 3 سنوات من هذه الأحداث بنروح لقرية صغيرة على سفوح أحد الجبال. بنشوف بنت صغيرة مليانة طاقة وحيوية ونشاط واسمها سو، وهي في طريقها للبيت لما كانت بتجمع الأعشاب بتعدي على كل واحد وبتسلم عليه شويتين. عمها السادس والسابع واللي كانوا بيتكلموا عن تأثير الإكسير اللي خلى صحتهم زي البومب والحديد، وكمان العم الخامس الصيدلي واللي كانت بتجيب له تلك الأعشاب الطبية. بتدخل بعدها لأبوها الأخ الثالث والحاكم لتلك القرية البسيطة، لكنها غصب عنها بتوقع منه دواء غريب والبنت بتتأسف. بس ايه الدواء الغريب ده؟ هل يعقل هو ده نفس الإكسير اللي كانوا اخواته بيتكلموا عليه؟ شكلي فيه هنا في الموضوع. بيديها فلوس وبيقول لها: روح هاتينا جديد من المعلم اللي ورا الجبال. بتروح بالفعل، ولكنها بتتفاجئ ب3 غرباء، 3 من النينجا المتخفيين بيظهروا بيسألوها عن مكان القرية. البنت كانت مرعوبة طبعا وكانت خايفة يعملوا فيها حاجة، فبتقول لهم على طول على مكان القرية وبتجري منهم زي المهبولة. يا بنت حد يكلمك، بس هم فعلا شكلهم مخيف جدا. البت بتقع من الخوف وبتقعد تتدحرج لحد ما بتخبط في لوح حجري ضخم جدا مكتوب عليه: روح مخفيه في تل الضباب. البت اول ما نطقت اللي عليه بدا ينور، اترعبت اكتر وفضلت تجري لحد ما لقت صاحبنا المحارب الاسطوري شغال يستحمى، فبتتكسف وتقع من كتر الاحراج. بيقعدوا مع بعض حبتين وبيقول لها: انت اللي جابك هنا؟ قالت له انها تاهت وهي بتدور على حكيم الجبل، واتضح ان كمان بطلنا زوان كان رايح للراجل ده، خدها وراح عشان يوديها. هما ماشيين بتسأله: ايه حكاية التل ده وايه اللوح الغريب اللي موجود هنا؟ قال لها: زمان المكان ده كان مليان شياطين بيقتلوا البشر وياكلوهم ويعيثوا في الارض فسادا، الى ان ظهر محاربو العناصر الاسطوريين وقاموا بالقضاء عليهم وحبسهم في عالم الشياطين. ومن ثم قام المحاربون الخمسة باخفاء انفسهم عند المداخل الخمسة للبوابة التي تقع في تل الضباب، وده عشان يمنعوا اي شيطان من انه يتسلل البوابة. المهم بيوصلوا لوجهتهم اخيرا، والبنت بتدي الفلوس للراجل وبتعرفوا على طلب ابوها. بيمشوا على طول قبل غروب الشمس عشان البنت ما تتاخرش على قريتها. وعلى الجانب الاخر سكان القريه بيسمعوا تنبيه عن هجوم مفاجئ، والزعيم بيقول لهم: هاتوا اسلحتكم ويلا بينا. بيروحوا لمدخل القريه وبينصدموا من اللي بيشوفوه، حراس كتير جدا مقتولين ومن ضمنهم احد الاخوه الكبار. وتعرفوا بقى اللي عمل كده مين؟ ايوه، هو احد النينجا ال3. احد الحراس بيستنجد يفتحوا له البوابه، النينجا بيهجم عليه وفي اخر لحظه بيتدخل الاخ السادس، لكن النينجا قوي جدا وبيشرحه، وعلى طول كمان بيتدخل الاخ الخامس وشكلها هتولع. وفي تلك الاثناء كانت سو خلاص وصلت القريه وبتشاهد ما يحدث في ذهول تام. زوان قال لها: اياكي تتحركي، الوضع خطير لابعد الحدود. الاخ الخامس على طول بيهجم، ولكن النينجا بيقدر يصد كل ضرباته، وبحركه لولبيه منه كده بيقدر يجرحه. بس ايه هو الدم الازرق ده؟ هو في بشري دمه ازرق؟ شكلي في ان في الموضوع. على طول 2 بيهجموا عليه وبيقدروا يجرحوه. الراجل اتصدم، دول مش
بشر عاديين، دول شياطين متنكرين في هيئة بشر. الراجل مش بيستسلم وبيحاربهم بكل ما أوتي من قوة. أخوه من بعيد بيحاول يساعده بقذيفة نارية ولكن ده مش بيأثر فيهم. بيحاول مرة تانية ولكن الشيطان بيصده يرد على أخوه. بينطلق الشيطان بعدها عشان يقتل الراجل ولكن ساعتها بيتدخل بطلنا زوان، بيخلص على الاتنين في لمح البصر بقوته النارية الرهيبة. جميع الإخوة اتصدموا. ده واحد من محاربي العناصر الخمسة الأسطوريين. بيتفضل الشيطان الأخير وبيتجهز للقتال وشكله هو زعيمهم، بس يا ترى هو عايز من القرية دي بالظبط. على الجانب الآخر بنشوف طبيب القرية ومعاه أخوه الصغير، وأثناء ما هما بيتكلموا بيسمعوا صوت انفجار. أخوه بيسأله بيقول له إيه الصوت ده؟ ما أخوه رد عليه وقال له شكله في حاجة غريبة بتحصل. بنرجع تاني لزوان وساعتها الشيطان بيكشف عن شكله، ده شيطان الطاووس. الاتنين بينطلقوا على بعض بأقصى قوة، قتال جامد وحركات وشقلباظات وشجين يابا. الطاووس ماسك زوان ومستلمه هاتك يا ضرب. الطاووس شغال يضرب فيه وزوان شغال بيدافع، بس هل زوان هيفضل يدافع كده؟ ده عن ده. زوان بيفعل قوته النارية وبيقذف الشيطان لبعيد. بعدها بنشوف زعيم القرية والكل سابوا زوان وهربوا. اخصى الندالة. بس هيعملوا ايه قدام الشيطان ده؟ ولا حاجة. طبيب القرية بدأ يعالج الأخ الخامس، وأثناء ما الأخ التالت وهو بيتكلم بينزل وراه شيطان الطاووس. ساعتها الشيطان بيقول له فين؟ وأنت عارف مكانه؟ واثناء ما هما بيتكلموا بيهجم عليه زوان وبيلزقوا في الجدار وبيقول له انت عايز ايه من اهل القريه دول؟ ساعتها زوان بيتدخل ويحميهم بجسده. ساعتها الشيطان بيهجم عليه وبيغفله وبيجرحه في دراعه. يا ابن الغداره. الشيطان بيقول له بما انك مصر تعرف فتعال اعرفك حقيقه البشر الملاعين. ساعتها الشيطان بيطلق تقنية غريبة بتخلي أي حد ارتكب ذنوب أو شخص نوايا سيئة يتحول لوحش. بيقول له شفت حقيقة البشر الملاعين؟ هم بيلوثوا الأرض دي ومفكرين إن محدش هيقدر يحاسبهم. ساعتها الشيطان بيمتص طاقة أحد البشر وبيحوله لرماد. زوان لسه بيعالج جراحه والطاووس شغال يمتص في طاقة الناس. ساعتها الشيطان شكله بيتغير وبيوصل لهيئة جديدة. الناس كلها بتبكي على كل أحبائهم اللي ماتوا. مجزرة بحق وحقيقي. بنشوف حاكمة القرية وهي بتقول ده مستحيل. معقولة هو جاي هنا عشان ينتقم؟ ساعتها الشيطان بيروح لها وبيبدأ يمتص في طاقة العجوز وبيقول لها هو فين مكان الجبل؟ بتقول له عليه وبعدها بتسقط وهي تحتضر. بتيجي صوت تطمن عليها فبتقول لها اوعي تثقي في حد حتى ابوكي. بعدها بينتهي زوان من علاج جراحه وطاقته بتشتعل. بيطلع قناع من جيبه بعدها بيقول وقت اللعب قد انتهى. وساعتها بينطلق على مكان الشيطان والاخ السادس وهو متحول بيبدا يقتل في الناس بطريقه وحشيه وبيهجم على ابنه ولكن الطبيب بيحاول. الاخ السادس بيصيب الطبيب بجرح عميق في كتفه والواد يا عيني اخوه خايف عليه. الواد يا عيني بيبكي بحرقه شديده على منظر اخوه بيقول اعمل ايه بس. ساعتها الواد الصغير بيهجم على الراجل بدون تفكير. ساعتها الراجل بيخلص على اخوه قدام عينيه. يا إلهي يا عيني الواد أطلق صرخة ألم وحزن تقشعر لها الأبدان. الراجل بيسمعه وبيرجع لوعيه مؤقتا بيقول له اقتلني بسرعة قبل ما أفقد السيطرة مرة تانية. ساعتها الطبيب بيقتله. الواد بيجري على أخوه بيطمن عليه لكن أخوه بيودعه وبيلقى هتفه. بيقعد ينادي على أخوه ولكن ما بيردش عليه. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. الواد يا عيني بيرقب حرقة شديدة على فراق أخيه. ساعتها زوان بيهجم على الشيطان بقوة غاشمة بيتبادلوا الضربات ويا حلاوة شغالين هاتك يا ضرب وما فيش يم مرحميني. ساعتها الطاووس بيجمع قوة كبيرة في ايده وبيضرب زوان بيها وبيقذفه المسافة بعيدة. زوان بيظهر من جديد والمرة دي بشكل اسطوري بيحرق القناع اللي معاه وبيقول له انت كده طب تعالى لي يلا. زوان بينطلق وهوب احلى دمار من اللي قلبك يحبه. الطاووس بيشكل هجمة بكل قوته وبيرميها على زوان. بس تفتكروا ان زوان مش هيقدر يصدها؟ لا والله زوان بيفشخ هجوم الشيطان وبينطلق عليه وبيسدد له لكمة بكل قوته فشخت قلب الشيطان. وزوان ما بيكتفيش وبيشتغل فشخ فيه وكسح ويخرب بيت الفخامة بيديله وعدة وبيرزع ويخرب بيت الجمدان يا مان. الشيطان بيسقط بعدها وبيرجع لهيئته الأولى وبيبدأ يحتضر. وأثناء ما هو بيتكلم في حاجة كده بتخرج من ديله وبتاخد حبة الإكسير وبتختفي. الشيطان وهو بيلفظ آخر أنفاسه بيقول لزوان مش عايز تعرف أنا عملت كده ليه؟ بيقول له ادخل البيت وشوف بنفسك. الأخ التالت بيجي وبيتزحلق وبيقول ما تخشش البيت شكله في إن في الموضوع. زوان بيدخل جوه فعلا وبينصدم بيلاقي الشيطان الصغير اللي هرب من البوابة متعرض لأبشع أنواع التعذيب. دلوقتي فهمنا مدى حقارة وقذارة البشر وشكله ده ابن الشيطان اللي كان عند البوابة. الراجل بيحاول يوقف زوان لكن ده بنظرة واحدة بس بيخلص.
شيطان الطاووس بيقول له ما تفتكرش ان الامر انتهى، ده لسه في شياطين كتير هينتقموا من البشر. اهل القرية لازم يكفروا عن الذنب اللي عملوه، وبعدها بيموت شيطان الطاووس، وبعدها بيمشي زوان من القرية.